السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا بصور بره عشان اغير بقى وكده، بصور في النادي. يا رب يكون صوتي بس مسموع. الفيديو اللي فات انا كلمتكم عن كليات ليها مستقبل خرافي، وبجد الكليات دي كانت فعلا بتعادل كليات القمه، وكمان ممكن توصلكم لمكانه اعلى بكتير من المكانه اللي ممكن توصلوا لها لو انتوا دخلتوا الكليات اللي انتوا عايزينها. الفيديو ده بقى انا هكلمكم عن معاهد مستقبلها خرافي، بجد حرفيا مستقبلها حلو قوي وشغلها حلو قوي، بجد ممكن تعادل كليات القمه، وفي منها اصلا من المعاهد دي يعتبر كوبري يوصلك لكليات قمه كتير. وطبعا يا جماعه اي حاجه انا بقولها سواء كليه او معهد بتكلم عنه، انتوا لو لقيتوا ان في حاجه من اللي انا قلتها سواء كليه او معهد عجبكم قوي وحسيتوا ان المجال ده فعلا ممكن تلاقوا ذاتكم فيه، فقبل طبعا ما تقدموا على الدخول لازم تبحثوا طبعا عنه كويس جدا قبل ما تعملوا كده. يعني لازم تبحثوا عن كل حاجه بقى بتخصه. في ناس كتير قوي في دماغها معتقد ان اللي يدخل معهد بيبقى مش شاطر، وده بيبقى فكر بجد غلط. مش شرط تكون جايب مجموع قليل خالص عشان خاطر تدخل معهد. ممكن تدخل معهد علشان انت عارف ان ممكن المعهد ده يوصلك لكليه كبيره جدا، شبه كليه هندسه او كليه هندسه بترول، من الكليات الكبيره والرائعه واللي تتدخل عن طريق معاهد. اول معهد معانا وهو معهد فني صناعي. المعهد ده تقدر تدخل عن طريق كليه هندسه بترول. متعودين مني قبل ما بجيب لكم اي حاجه او اقول لكم على اي حاجه بقرا عنها كويس واشوف تجارب ناس فعلا حقيقيه علشان ما اقولكوش على اي حاجه غلط او تضللكم. يا جماعه معهد فني صناعي من اسهل الطرق اللي ممكن تدخلك هندسه. حرفيا انت مش هتحتاج انك تذاكر مده طويله حتى علشان خاطر تجيب تقدير فيه. المواد سهله بجد جدا، ما تحطش في دماغك لو حد قالك المواد صعبه او كده ما تصدقهوش. يعني بتجربه ناس كتير اعرفهم المواد سهله وانك تجيب تقدير سهل، بس تلتزم وتذاكر ومش هتذاكر مده طويله كمان. يعني مش هتتعب في المذاكره خالص خالص. فما تحطش في دماغك ان هو حاجه صعبه، لا بجد من اسهل الطرق اللي ممكن تدخلك هندسه هي المعهد الفني الصناعي. ومن مجموع قليل خالص هتبقى دخلت هندسه وبمجهود مش كبير قوي. تاني معهد معانا وهو معهد بصريات. المعهد ده كويس جدا لانك ممكن تخلص وتشتغل فورا وبتلاقي شغل على فكره كتير، يا اما ممكن لو انت جبت التقدير برضو تدخل هندسه بترول. فبجد يا جماعه مستقبله برضو رائع. المعهد ده من مميزاته ان هو بيديك شهاده تبقى اخصائي عيون. الفرق ما بينك وما بين دكتور العيون ان انت بس مش تقدر تعمل عمليه، اما تبقى اخصائي عيون يا اما لو جايب تقدير كويس تدخل هندسه بترول او هندسه. معلش يا جماعه الدنيا ظلمت علشان خلاص الليل جه. ثالث معهد معانا وهو معهد تمريض او معهد فني صحي. المعهد ده بجد كويس جدا جدا ومستقبله رائع. انت ممكن من خلاله تكمل في تمريض او تكمل في علاج طبيعي. رابع معهد معانا وهو معهد الألسن العالي. المعهد ده بيعادل كليه ألسن. خامس معهد وهو معهد الحاسبات والمعلومات، والمعهد ده برضو شبه معهد الألسن العالي، وبرضو ده بيخليك تقدر تكمل في كليه حاسبات ومعلومات. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا يا رب. مع السلامه.